بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه ايه بقى هو الطريق اللي انت هتمشي فيه ده، ومين هو اللي هيوريك اللي عمرك ما شفتيه؟ آه الطريق هو طريق ده، طريق القرآن، طريق حفظ القرآن، طريق تجويد القرآن، التجويد والإجازة والسند، وهننزل الدار وهنقرأ وهنحفظ وحياتنا هتتغير. امال هو مين بقى اللي هيورينا اللي عمرنا ما شفناه؟ الشيطان. ما تستغربوش لكلامي، انا ترددت قبل ما اعمل الحلقة لسببين. خفت بعض الناس تخاف، خاصة اللي لسه ربنا فاتح عليهم مثلا جديد وقرروا ان هم يمشوا في السكة دي، وخفت بعض الناس تقولي انت بتبالغي، او علشان انا شفت قبل كده تعليقات كتير كانت بتخلي ساعات الواحد يندم على حاجة بيعملها. بس الحمد لله خلاص انا قررت انه الشيء اللي انا شايفاه صح، طالما استخرت ربنا عليه وواثقه من جوايا انه بعمله للافاده فهعمله، مش مشكله رد فعل الناس او بعض الناس بمعنى اصح. لازم تعرفي ان طريقك اللي هتمشي فيه هو هيسبقك وهيحطلك مطبات، وهتقعي في واحد هتقومي وتفوقي، هتلاقيه سبقك وعملك مطب تاني وهتقعي فيه وهتقومي وهتفوقي، وهكذا طول الحياه، وهكذا طول الحياه. انا اول ما بدأت كانت تقريبا حياتي حلوة قوي، ومفيش عندي مشاكل كده، وولادي حلوين والامور ماشية جميلة. وبعدين فتح الدار عندي في الشارع كمان، مش هتاخدي بعضك وتسافري بقى وتركبي تاكسيات وكده، ده في الاول خالص. وبعدين رحت وراحة بقى، وانا حاطة في دماغي انه ايه، البت بقى الفتكة هكلمكم بمنتهى البساطة، اللي بتعرف تقرأ لغة عربية تمام. فلما المعلمة قالت لي بقى يلا هنقرأ، فقلت انا مش هيطلع عندي ولا غلطة، ولا اعرف ايه التجويد ده، ولا اقرأ ازاي. كنت قرأت المصحف وختمته اكتر من مرة. اتفاجئت وانا بقرأ اني قرأت كلمة غلط، ويا ريتها غلط عادي في التجويد، ده في التشكيل، والمعلمة صححتها لي وكل اللي حواليا صححوها لي. حسيت كأن روحي بتتسحب وقتها. ده انا قاعده بقرأك كل مره بقى غلط، وحاطه في دماغي ان مفيش عندي مشكله. اخدت الموضوع بقى بجد، وحمدت ربنا انه حط الدار دي في طريقي، وقلت لا، انا هبدأ، انا نفسي اقرأ القرآن على النحو الذي يرضي رب العالمين عني. ما كنتش على فكره بتكلم بالطريقه دي كمان، ولا كانت حروفي صح ولا اي حاجه، لاني اصلا كمان كنت مدرسه انجليزي. وحتى كانت شيختي ربنا يجازاها عني كل خير، بقت تقول لي انسي بجد الانجليزي ده لانه مأثر على النطق، والحمد لله ربنا يسرها. ف بحكي لكم بس من البداية، حياتي كانت عادية خالص، وبدأت واندمجت. بقيت أقع في كل مشكلة وأختها، مشاكل يعني مش عارفة انتوا هتصدقوها ولا لأ، بس مشاكل تخص أطفالك، وتخص يعني صحتهم وحاجات كتير. ومثلا تبقى طفلة صغيرة عندها 3 سنين تقوم مثلا مفزوعة وتشوف حاجات مش كويسة. اكيد انتوا فهمتوا انا اقصد ايه. اياميها حتى كنت انا ضعيفة قوي، وفاكرة انا كنت نزلت كمان المشكلة دي في فتكات، منتدى فتكات لو تعرفوه. وبقيت ما بنامش انا واخواتي بسبب بنتي اللي تعبانة وبنتي بتقولي كلام غريب عن القرآن، مع انها كانت بتنطق بالعافية، كان عندها 3 سنين، عن القرآن وبلاش تقريه. ان شاء الله انا لسه مش عندي الجرأة بصراحة ان انا احكي الموضوع بالتفصيل إيه، بس بإذن الله ان شاء الله هقوله بالتفصيل. لكن عايزة اقول انه كان قدامك حاجة من الاتنين، يا تقفي عشان خاطر بنتك، يا تكملي، وبرضو ده في مصلحة بنتك. وكملت ووقفت ضد اي حاجة، سواء انس بقى ولا غير انس، وربنا عدى الموضوع الحمد لله، وقف جنبنا وعدى على خير، وبنتي كبرت ومفيش مشكلة وتمام. كل ما تيجي تنزلي تروحي الدرس يحصل اي حاجة تعطلك، حتى لو هتلاقي نفسك مش لاقية مفتاح الشقة وما انتيش عارفة تخرجي، او مثلا قعدتي تدوري عليه ساعة لحد ما ميعاد الدرس خلص، دي حاجة.
تيجي تركبي التاكسي مثلا، لما انا مثلا نقلت ورحت مكان تاني، تيجي تركبي التاكسي تلاقي مثلا يحصل حاجة غلط، سواق التاكسي يدخل بيكي من مكان غلط، فتحس ان في مصيبة هتحصل دلوقتي، تلاقي نفسك بتفتحي باب التاكسي وبترمي نفسك منه. بلاوي بمعنى كلمة بلاوي بتحصل في اثناء مروحك بالذات تحفيظ القرآن. وده مش هباء، ده مش هباء، قدر، كله قدر من عند ربنا. بس لازم تعرفي ان في حاجة بتحاول تعطلك عن الخير، في حاجة بتحاول تعطلك عن الخير، والخير كتير مش القرآن بس انا عشان انا مريت بحاجات فبحكي تجربتي الشخصية، ومستنية كمان كومنتات الناس اللي دخلت في المجال ده. اكيد انا واثقة انها تعرضت لضغوط نفسية كبيرة. انت ممكن تلاقي زوجك جه في يوم ويقولك ما انتيش نازلة، يا عمي يهديك يرضيك ما انتيش نازلة، ما انتيش نازلة راح الدرس، مع انه يكون انسان كويس جدا ويروح قايلك ما انتيش نازلة. او والدك يقولك لا ما فيش خروج. او ابنك يتعب وتلاقي في بقية ايام الاسبوع زي الفل وما بيتعبش، بس جه في اليوم ده وتعب. هتلاقي حاجات كتير كتير بتقف قدامك. وانا اخر ما تعبت واتصلت بشيختي، ولاني كنت ساعات بتغيب عنها ب6 شهور وزيادة، وقلت لها انا تعبانة، انا نفسيتي تعبت وبشوف حاجات كتير قوي متعبة وبتعطل. انا بقالي 7 سنين بدرس تجويد ولسه ما خلصتش، مش عارفة اكمل زي الناس ومش عارفة امشي في طريقي. قالت لي افتحي المصحف، انا مجهزه لكم، وهاتي سوره العنكبوت واقري لي اول 3 ايات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الرسالة وصلت؟ الرسالة وصلت؟ ده تمحيص لقلبك وقلبي. هتكملي ولا مش هتكملي؟ صادقة من جواكي في نيتك مع ربنا سبحانه وتعالى، ولا ما انتيش صادقة واخداها لعبة، او يعني اخدتك الحماسة في الاول بس انتي قلبك من جواه نيتك مش حلوة؟ هو ده اللي هي قالتهولي وخلتني اقرأ لها ال3 ايات، وانا فهمت الرسالة على طول. وقلت لها انا ان شاء الله باذن الله اتمنى اني اكون صادقة وهكمل وهتحمل. انا حبيت اقول لكم كده لانه المشاكل ما بتخلصش وما خلصتش، وممكن تكون زادت اكتر من اول ما بدأت اعمل كمان الحلقات دي، من اي نوع بقى، ايا كانت المشاكل، ايا كانت ضغوط الاعصاب. فخدوا بالكم قوي قوي من الحتة دي، واعرفوا دايما انه اختبار، وما تخليش حد يقدر عليكي. على فكرة الشياطين مش شياطين جن بس، شياطين انس كمان وكتير قوي. وممكن تلاقي الحقد والغيرة في المجال ده اكتر من اي حاجة تانية. انا مش عارفة اجمع الكلام يعني بالمظبوط، بس انا قلبي حاسس ان الرسالة اللي عايزة اقولها وصلت. اللي عنده اي سؤال ما يترددش، واتمنى بجد ان كلكم تكونوا فهمتوني وفهمتوا انا عايزة اقول ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.